المثالية والحياة المزيفة بتاعت السوشيال ميديا خلت ستات البيوت اللي زي حالاتي يحسوا ان هما ما عندهمش انجازات احيانا، وان الانجازات لازم انك تبقي سافرتي كذا بلد بره، او تطلعي في برنامج في التلفزيون، او تبقي سبيكر في ايفنت كبير. خلت الستات ما تحسش الانجازات الحقيقية بتاعتنا، الانجازات العادية دي. انك توضبي بيتك وتنظفيه ده انجاز، انك تحلي الهوم ورك مع ولادك ده انجاز، انك تشربي كوباية شاي رايقة وقت العصرية بعد ما خلصتي كل الحاجات اللي وراكي ده انجاز، ان ولادك يتغدوا الغدا اللي بيحبوه اللي انت عاملاه ده انجاز، انك تلاقي 10 دقايق ليكي في وسط زحمة اليوم ده انجاز. بالمناسبة انا اسفة على منظر الكركبة، كنت مفروض اعمل الفيديو وانا برش بالمعطر واقول لكم ده منظر البيت، بس انا بيتي فيه 3 اطفال، طبيعي ان هو يتكركب لان في ناس عايشة فيه، وطبيعي ان الحوض يبقى فيه مواعين لان احنا بناكل، وطبيعي يبقى فيه لعب على الارض عشان فيه اطفال بتلعب. المهم ان احنا عايشين في البيت ده ومبسوطين، وانا حاسه بكل الانجازات البسيطه دي. وعلى فكره، جمال البيوت مش بفخامه العفش، جمال البيوت بارواح ساكنيها. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو مش مشتركين في القناة اتمنى تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار على طول. النهارده فيديو روتين، بقالنا شويه كتار ما نزلناش فيديو روتين. اول حاجه، ايه رايكم في المقدمه؟ عايزه اقول لكم ان المقدمه دي غسلتني من جوه كده، غسلتني غسيل. بصوا بقى، احنا دايما فاكرين ان الناس اللي على اليوتيوب دايما بيوتهم نظيفة على طول، ودايما بصوا الدنيا كده وردي. عايزه اقول لكم ان هما بيجي عليهم اوقات وبتبقى بيوتهم مش نظيفة زي عندنا او زي عندكم. تمام. بيجي عليهم اوقات بيتعبوا ما بيعملوش شغل البيت، بيجي عليهم اوقات وبيبقى البيت بتاعهم مش نظيف زي عندنا وعندك وعندها وعند غيرك وغيرك وكله. عايزه اقول لكم تاني كمان حاجه، طبعا انا قلت كميه عايزه اقول لكم في الفيديو دي كتير جدا. المهم ما طولش عليكم، قولي طولي. موضوع بقى ان بيوتنا بيبقى مثلا فيها على طول مش مترتبة، على طول في حاجات مترمية ودايما مش نظيفة، ده عشان هي فيها حياة، فيها ناس عايشة، فيها بني ادمين، فيها اطفال. ربنا انعم عليكي بنعمة، والنعمة دي لازم ان هي اطفال ما تعرفش حاجة بتبهدل وبترمي وبتبوظ وبتشيل من اليمين تحط في الشمال ومن الشمال تحط في اليمين. اي نعم احنا بنزهق وبنتعب وبنبقى مش قادرين وبنبقى خلقنا في مناخيرنا، بس هنعمل ايه؟ بنرجع نقول الحمد لله يا رب على نعمتك دي. لو احنا ربنا ما كانش رزقنا باطفال كنا هنقول يا رب يا رب يا رب ارزقنا باطفال ويعملوا ويبهدلوا ويتعبونا وكل اللي هم عايزينه يعملوه. تمام. اي نعم انا واحده من الناس بيجي عليا اوقات ببقى خلاص جبت اخري ومش قادره وتعبانه، بس برجع اقول ربنا يخليهم ويهديهم وما اشوفش فيهم حاجه وحشه ابدا ويزهقوني ويدوني الصحه وافضل اخدمهم كده على طول. تمام. طولت عليكم شويه. المهم النهارده هنعمل ايه؟ النهارده كان عندنا كده حبه غسيل عايزين يتغسلوا وترويق كده على السريع. تمام. المهم انا خدت قلت انا هعمل لنفسي زي مثلا وقت كده، عايزه قبل ما اعمل الحاجه دي اكون خلصت حاجه معينه، اللي هو انا حطيت هدوم في الغساله وقلت قبل ما الهدوم دي تاخد الدورة بتاعتها وتخلص اكون انا عملت حبة شغل كده حلوين. ايه هم حبة الشغل دول؟ عندي الصالة دي عايزة ارتبها. زي ما انتوا شفتوا كده كان في بقى طبلية محطوطة مكان الفطار وعدة شاي وصينية عليها كوبايات وحاجات ومحتاجات. المهم قلت انا عايزة اروق الصالة دي واكنسها، والمدخل عايزة اشيل الحاجات اللي فيه دي، كنت حاطة الشعلة كنت بطبخ عليها وعايزه اشيل الشعله وعايزه اكنس المدخل واروقه وامسحه عقبال ما الغساله تكون خلصت
الدورة بتاعتها في سلام. تمام. يبقى انا كده اروق واكنس واخلص بيتي يبقى نضيف، اكون خلصت الغسالة الدورة بتاعتها، اخدهم واطلع انشرهم واحط الدورة اللي بعد كده، وابقى انا كده 100 فل و14. ابقى انا كده حسيت كده بانجاز، وكده حاسة ان انا كده منشكحة. عارفين انتوا كده الواحد لما يحس بانتصار، اللي هو انا عملت كل حاجة في وقت واحد. انا بحب اعمل كده. بحب مثلا احط دورة غسيل واروق مثلا ايه الصالة، الأوضة، اروق المطبخ، اغسل حبة مواعين. المهم ان انا احب كده ان انا اضرب عصفورين بحجر واحد. زمان زمان كده واحنا صغيرين، كانت امي كده ربنا يديها الصحة كانت بتقولي ان انا كنت بعجن العجين واقوم اشغل على الغسيل، عقبال ما اخلص غسيل كان العجين يبقى خمر، واقعد اقرص بقى واغبس واخلص خبيز. والله العظيم. فانا بحب، يعني انا بحب زيها كده. تمام. الواحد بصراحة بيحس ان هو يعني انجز وعمل حاجات كتير قوي. هنا بقى عايزه اقول لكم ان البريكس ده تحفه 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 من هنا لحد بعد بكره. هو خد ضجه في الفتره الاخيره دي، ضجه كبيره قوي. عايزه اقول لكم هي نقطه واحده بس، وخلت اللي عندي الشرشوبه كده بترغي. فروحت جايبه حبه ميه ومزوده. عايزه اقول لكم ان انا لقيت ناس بتحطه في الغساله، بيبقى ريحته حلوه وبيقولك بينضف، بس انا بصراحه ما جربتش. همسح بقى كده الصولة. عايزة اقول لكم انا لما بوصل للمرحلة ان انا بمسح فيها المدخل دي قصدي، ببقى حاسة بصوا بانجاز فظيع. ببقى حاسة ان انا طايرة كده من السعادة، اللي هو انا اصلا خلصت كل حاجة جوه. مطبخي بقى نضيف، مواعيني مغسولة، البيت نضيف، يعتبر غسالتي شغالة، و يعني مثلا هتخلص كده ويا دوب هاخد الغسيل واطلع انشر. بتبقى لحظة حلوة قوي. خلصت بقى المدخل كده مسيح، ودخلت كانت الغسالة الحمد لله، كانت دخلت لقيتها فصلت. تمام. هي الدورة بتاعت الغسالة بتبقى ساعة، بتبقى ساعة إلا كام دقيقة كده. تمام. المهم رحت مطلعة الدورة دي، وبعد كده رحت حاطة كمان دورة، وقلت لها بقى ايه اشتغلي عقبال ما اطلع انشر دولت وانزل، اطلع انشرهم وانزل الاقيك خلصتي. وقد كان انا طلعت بالدورة دي بالدور ده، طلعت نشرته ونزلت لقيتها خلصت. هو ساعة يعني عمل ايه، ما نشرت وقعدت كده ايه جنب الزرع شوية ومش عارفة ايه، نزلت لقيتها خلصت. تمام. رحت بقى ايه واخداهم ورحت طالعه نشراهم الدور ده كمان، رحت طالعه نشراه. وبعد كده كان عندي بقى حبه محشي، ما طبختش في اليوم ده غير حبه الملوخيه اللي انتوا شايفينهم دول. كان عندي حله محشي ايه حلوه كده من امبارح، رحت عامله جنبها حبه ملوخيه ناشفه واتغدينا، وكان ما شاء الله يعني الاكل حلو قوي. اتمنى بقى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم، يكون روتين كده ظريف وخفيف كده ولطيف. اتمنى لو مش مشتركين في القناة، اتمنى تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس، واشوفكم في فيديو جديد.